السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سلبيات موجودة كتير. اللي انا بتكلم فيه سلبيات عايزين نعالجها وعايزين نصححها. ماشي، انا بقول وعلى الله التسهيل، اللي يستجيب يستجيب واللي ما يستجيبش ما يستجيبش. تمام. كل فيديو بطلع سلبية بلاش نعملها، واضرارها ايه، وانا واللي ينفعني ايه والكلام ده. السلبية بتاعت النهاردة، ما انتش ملاحظين حاجة معايا؟ هقول لكم انا. من ساعة ما الاب بقى بابي، والام بقت مامي، وخالته بقت طنط، والاخ الكبير بقى ابيه، والعم بقى انكل، والخال برضو انكل، واحنا لا عاد في عم ولا عاد في خال ولا عاد في ام ولا عاد في اب ولا عاد في اي حاجة. ليه؟ معرفش. عوجنا بقنا وتعوجت حياتنا. كل واحد بينطق باللي على مزاجه، مش باللي هينفعه. احنا مزاجنا اوقات ممكن يودينا في حته وحشه. ليه ما بنقولش على الاب ابي؟ او يا اخي خلاها بابا، بلاش ابويا عشان ما تقولوش انت من الفلاحين، مع ان الفلاحين على راسي، وانا فلاحه بنت فلاح ويزيدني شرف كمان. اللي انا بتكلم فيه، ليه بابي؟ ليه مامي؟ انا اوقات بقول لامي يما، واوقات بقول لها يا ماما، بس الاب اب والام ام. الاجيال اللي طالعه جديده معرفش ايه اللي جرى، حتى بتوع الطبقه المتوسطه بقى اولادهم بيقولهم يا بابي ويا مامي، وخالته بقت طنط، وعمته بقت طنط، والخال والعم ابي انكل. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه اللي احنا عملناه في نفسنا ده؟ احنا بنقلد مين؟ احنا بنتفشخر على ايه؟ كان ايام سيدك النبي كان في انكل وطنط؟ لا، العم عم والخال خال والاب اب والام ام. شوف سيدك النبي كان بينده اهله بايه، وانده انت كمان. ليه تقتدي بالغرب؟ ليه تقتدي بناس مش على الدين الاسلامي اصلا ولا يمت الاسلام بصله؟ ليه؟ احنا وصلنا لكده ازاي؟ احنا عقولنا فين؟ سيدك النبي كان بيقول للام امي، والابوه كان يتيم الام والاب ما قالش، بس كان في عهد سيدك النبي كان بيتقال يا امي ويا ابي، والعم يا عمي، والخال خالي، والاخ الكبير كانوا في ناس بيقولوا يابا. انا يعني وانا صغيره كده كان الاخ الكبير بيقول يابا فلان، انت فاهم، من الاحترام. لكن احنا حولنا ابا فلان لابيه، والام لمامي، والاب لبابي. خيبتنا بقت تقيله، خيبتنا بقت بالويبه، ما تعرفوش في ايه. رجعوا تاني، بدل ما بابي خلوها ابي وابويا وبابا، معقوله بابا؟ تمام. والام امي، ماما، معقوله ماما؟ مش لازم الفشخره الكداب عشان ترجعوا تاني تعرفوا يعني ايه ام، ويعني ايه اب، ويعني ايه خال، ويعني ايه عم، ويعني ايه اخ كبير، ويعني ايه خاله. يا جماعه ارجعوا لاصلكم. انتوا بتعملوا إيه؟ انتوا لابسين توب مش توبكم على فكره. الناس اللي بتقعد تقول لك بابي ومامي وبيبي والكلام الفارغ ده مش لابسين توبهم خالص. دول ناس يعني بيحبوا يقلدوا وهم اصلا مش اهل لده. انتوا ربنا خلقكم مسلمين. شوف الدين قال لكم ايه. هل في الدين قال لكم قولوا بابي، قولوا مامي؟ مش عايزين، سوري في اللفظ، يعني انا مش عارفه اقول ايه. انتوا يعني هبل. الناس اللي بتقول بابي ومامي ارجعوا لاصلكم يا جماعه. من ساعه ما بدات تقولوا بابي ومامي لا عاد في اب صح، ولا عاد في ام صح، ولا عاد في عيل عارف يعني ايه ام ويعني ايه اب. لما تقول امي وتقول ابويا هتفتكر الايه اللي بتقول لك ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لكن لما تقول بابي ومامي هتقول اوف، وهتزعق لهم وهتشتمهم، وده الحال اللي احنا وصلنا له. الام والاب بيتشتموا عادي. لا، انا بشوف عيال انت فايقه، انت دماغك مش عارفه ايه، بطلي يا وليه انت. والاب يقول له يا عم شوف لك حته روح اقعد فيها. ايه ده؟ في ايه؟ ارجعوا تاني. الاب اب والام ام يا جماعه، عيب. السلام عليكم.